بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبنات طلاب الصف الثاني الإعدادي، النهارده بناخد درس جميل جدا من دروس الجغرافيا، وهو درس الثروة الحيوانية. الثروة الحيوانية في الوطن العربي ثروة ضخمة جدا ما شاء الله عليها، بس السكان أضخم منها. بما تفسر، يمتلك الوطن العربي ثروة حيوانية متنوعة. قال لك: وهب الله سبحانه وتعالى الوطن العربي أرض خصبة ومراعي متنوعة، فبتربي الحيوانات تاكل من الأرض الخصبة وتاكل من المراعي المتنوعة. ووهب الله سبحانه وتعالى الوطن العربي مسطحات مائية متنوعة عذبة ومالحة، فيها سمك بقى وفيها خيرات زي ما تقول. أقسام الثروة الحيوانية: أولا ناخد الحيوانات. يجي واحد ويسألني ويقول لي: كيف تربى الحيوانات في الوطن العربي؟ أقول له: الحيوانات في الوطن العربي بتعتمد على 3 حاجات، لو ما كانش واحدة يبقى التانية. أولا الأراضي الزراعية، زي ما احنا بنزرع مثلا البرسيم وناخد البرسيم نديه للحيوانات. المراعي الطبيعية، ودي طبعا أنجح حاجة وأكتر حاجة ممكن تخلي الراعي ناجح. والوطن العربي فيه 25% من مساحته مراعي طبيعية، يعني الربع. معظم المراعي في السعودية والصومال والسودان والجزائر والمغرب. طب النوع الثالث اللي انا قلت لكم عليه، النوع الثالث اللي هي المراعي الحديثة، وده مش موجود قوي في الوطن العربي، ان يبقى فيه مزرعة ويبقى فيه دكتور بيطري ويبقى فيه شغل على مستوى عالي جدا. انواع المراعي في الوطن العربي: المراعي في الوطن العربي اللي الحيوانات بتعيش عليها كم نوع؟ قال لك: في مراعي معتدلة، ودي بتبقى في الشمال وبنربى عليها الاغنام والماعز. في مراعي حارة في الجنوب وبنربى عليها الماشية والأغنام. يبقى أنا عندي في الشمال اللي عند البحر المتوسط مناطق معتدلة، يبقى مراعي معتدلة. طب احنا عندنا في الجنوب في مناطق حارة، يبقى بيتربى عليها الماشية والأغنام. طب فوق الماشية والأغنام أظن حاجة سهلة جدا، اللي فوق زي اللي تحت، بس خليك فاكر إن الفرق إن فوق معتدل وتحت حار. بما تفسر، أكثر الحيوانات انتشارا في الوطن العربي هي الأغنام والماعز. وده سؤال جه السنة اللي فاتت، سألنا العيال قلنا لهم مين أكتر الحيوانات المنتشرة، وخد بقى عندك بقى خيال علمي، اللي قال الحمار واللي قال الجاموسة، كل واحد بقى على حسب ما بيشوف في الشارع بتاعه. طيب يبقى لو جالك سؤال وقال لك ايه أكثر الحيوانات انتشارا في الوطن العربي، تقول له هي الأغنام والماعز. طب ليه؟ بسبب فقر المراعي الطبيعية. المراعي الطبيعية فقيرة. طب اشمعنى الأغنام والماعز؟ الأغنام والماعز يعني غلابة، أي حاجة بيلاقوها في سكتهم بياكلوها، فما لقوش ممكن ياكلوا ورق، ياكلوا أي حاجة. أكثر الدول التي تمتلك ثروة حيوانية احنا عرفنا دلوقتي إن الحيوانات الأغنام والماعز أكتر حاجة. أكتر الدول اللي عندها حيوانات هي السودان. بما تفسر، تقتصر تربية الجاموس على مصر والعراق. اشمعنى مصر والعراق يعني هما اللي فيهم جاموس؟ قال لك: لوجود البيئة الفيضية. الجاموس بيحب يبلبط في المية والطينة. طب مين اللي فيهم مية وطينة كتير؟ قال لك: مصر والعراق. طيب ما احنا عندنا العاصي والليطاني فيهم مية وطينة، اشمعنى دول؟ قال لك: ما هم دولت فيهم برد، والجاموس لا يتحمل البرد ولا يتحمل الجفاف. يبقى الجاموس لا يتحمل البرد ولا يتحمل الجفاف ويحتاج إلى بيئة فيضية. يبقى مين أكتر دولة فيها جاموس؟ مصر والعراق. وده سؤال مهم يا ريت كلنا ناخد بالنا منه. أيد بالعبارة الآتية: يمتلك الوطن العربي أنواعا متعددة من الحيوانات. وأنا عايزك ما تخافش من سؤال أيد أو دلل أو برهن أو اثبت، كلهم نفس المعنى: دلل، أيد، اثبت، برهن. بيقول لك الوطن العربي فيه أنواع متعددة من الحيوانات، يعني هات كلام يأكد الكلام بتاعي. قول له الحيوانات العربي فيه أغنام وفيه ماعز وفيه أبقار وفيه جاموس وفيه خيول وفيه إبل. يبقى أنا عندي الوطن العربي فيه أغنام، فيه ماعز، أبقار، جاموس، إبل، خيول. وطبعا الحاجات ديت احنا كلنا بنشوفها في التلفزيون وبنشوفها في حياتنا العامة، فمفيش فيهم حاجة غريبة علينا. بما تفسر، تتركز الأبقار في السودان ومصر والمغرب وسوريا والصومال. أقول له لأن ده هم فيهم مراعي والأبقار بتعيش على المراعي. يتميز الوطن العربي بالإبل العربية التي لها شهرة عالمية. لو انت فتحت التلفزيون في قنوات كتير، خصوصا اللي هي القنوات بتاعت الخليج، بتجيب سباق للجمال. نقول له
الوطن العربي بيتميز بالإبل العربية لأنها بتتميز بسرعتها وجمالها، وبتستخدم في سباق اسمه سباق الهجن. واحفظ الكلمة دي كويس قوي، سباق الهجن ديت تنسى اسمك وما تنساهاش. طب ده موجود فين؟ قالك في الإمارات والسعودية، وأخيرا بدأ يبقى في مصر. يبقى أنا عندي الإمارات والسعودية بتعمل مسابقات ومسابقات عالمية، وبيجي ناس كتير وكل واحد يبقى عنده جمل ويقعد يهيص للجمل كأنه بيهيص لكريستيانو ولا بيتهيص لميسي. تمام؟ يبقى أنا عندي الإبل بتدخل في سباق الهجن. تضم دولة السودان نحو نصف أعداد الإبل. خد بالك، السودان فيها أكتر الحيوانات، والسودان فيها نص أعداد الجمال اللي هي الإبل. واحد قام جاي وقام قايل لي يعني إيه أهمية الثروة الحيوانية؟ شغالين مالنا ليه وعمالين نقول لي الثروة الحيوانية الثروة الحيوانية؟ أقول له ما أنتش عارف، الثروة الحيوانية ديت هي مصدر اللحوم، وبناخد منها الجلود اللي بتعمل شنط وأحزمة، وبتعمل منها حاجات كتير، وبنصنع منها الملابس والأحذية. الثروة الحيوانية دي بترتبط بصناعات كتير زي صناعة الأغذية، بناخد اللبن ونعمل منه مكرونة ونعمل منه أم علي. يا سلام على أم علي لما يكون بالزبيب كده والجوز الهند، الله جوعتني. والزبدة والقشطة والجبنة وغيره وغيره وغيره. وبنستخدم بعضها في النقل وأعمال الحقل زي الحصان وزي الجمل وزي أعزكم الله الحمار. الحاجات دي كلها من أهمية الثروة الحيوانية. وغير كده كمان في ناس بتشتغل فيها، يعني بتوفر فرص عمل وممكن نبيعها، يبقى ممكن تجيب لنا دخل، وبالتالي يبقى الثروة الحيوانية لها أهمية كبيرة جدا. يا ريت يا جماعة نحفظ الأهمية بتاعت الثروة الحيوانية والثروة السمكية والدواجن والحاجات دي كلها، لأنها مهمة جدا وبتيجي في الامتحان ومحل أسئلة. الدواجن بما تفسر اهتمام البلاد العربية بتربية الدواجن في المزارع. ليه الدواجن بنربيها في المزارع؟ ليه؟ زينة؟ لا، لسد النقص في اللحوم الحمراء. اللحوم الحمراء ما بتكفيش. للاستفادة من لحومها البيضاء وبيضها. يبقى احنا بنستخدم الدواجن عشان ناخد البيض بتاعها مفقوش، اومليت، مشوي، مقلي، وهكذا. طيب، تعتبر السعودية ومصر وتونس من أكبر الدول إنتاجا للدواجن. يبقى مين أكبر الدول إنتاجا للدواجن؟ السعودية. مين أكبر الدول إنتاجا للإبل؟ السودان. لما الموضوع كده، إحنا ليه بقى ما بنبقاش شطار قوي في اللحوم؟ قال لك لأن في مشكلة كبيرة بتقابلنا. إيه هي المشكلة اللي بتقابلنا؟ قال لك قلة إنتاج اللحوم في الوطن العربي. طب ليه؟ قال لك المراعي قليلة وفقيرة. العناية البيطرية، الدكاترة بتوع الحيوانات قليلين. تشغيل الحيوانات في أعمال الحقل بيجيب أجلها ويخلي الحمار يا عيني بتاع الجاموسة تخس، واخد بالك؟ فبالتالي ما تجيبليش لحمة كتير. عدم تحسين السلالات، تلاقي عندنا البقرة هنا بتجيب لبن ربع البقرة بتاعت هولندا، واخد بالك؟ البقرة بتاعت هولندا بتجيب ما شاء الله لبن قد بتاعتنا 5-6 مرات. ليه؟ لأن عندهم مراعي، لأن عندهم ما بيشغلوش الحيوانات في الحقل ويقطعوا قلبهم، لأن عندهم دكاترة بيكشفوا عليهم عناية بيطرية. يبقى أنا عندي فقر المراعي، تشغيل الحيوانات في أعمال الحقل، عدم كفاية العناية البيطرية، عدم تحسين السلالات. طب افرض جه الوقت وقال لك نعالج الموضوع ده ازاي؟ قول له ان احنا نوفر اكل عشان نحل مشكلة المراعي، ان احنا نوفر عناية بيطرية، ان احنا نحسن السلالات، ان احنا ما نشغلهاش في الحقل، ان احنا نحسن احوال الفلاح، ان احنا نعمل بتاع دراسة في في اعمال الحقل والحيوانات. الثروة السمكية بما تفسر الوطن العربي غني بثروته المائية المتعددة. قال لك لأن الله سبحانه وتعالى وهب الوطن العربي سواحل طويلة وبحار متعددة ومجاري مائية عذبة. تمام. نفس الواحد اللي كان سألنا من شوية أهمية الحيوانات إيه، لسه برضو جاي وعمال يسألنا أهمية الأسماك إيه. قال لك تعتبر الأسماك من أهم موارد الثروة المائية وأكثرها استغلالا في الوطن العربي. ليه يا عم؟ قال لك لأنها بتوفر غذاء بروتيني، اللي مش بيلاقي فراخ ولا بيلاقي لحمة حمراء ممكن يروح يشتري سمك. تاني حاجة بتعوض النقص في الثروة الزراعية. تالت حاجة بتقوم عليها بعض الصناعات زي حفظ وتعليب الأسماك، التونة والحاجات ديت. وغير كده كمان بتوفر فرص عمل. وغير كده كمان الفلاح ممكن يغتنى فترفع من مستوى المعيشة. وغير كده كمان ممكن نصدر منها فتوفر لنا ده عملة صعبة. يبقى أنا عندي الأسماك بديل للحوم الحمراء والبيضاء.
البيضاء اللي هي ايه بتاعت الفراخ، بتاعت اللي هي الدواجن. ما نتيجة زيادة الانتاج السمكي في الوطن العربي؟ لما بقى عندنا سمك كتير نسيبه يبوظ؟ لا، ادى ذلك الى ازدهار مشروعات التصنيع مثل حفظ وتعليب الاسماك. بقى السمك اللي يفيض علينا نقوم رايحين عاملين له ايه عملية تمليح وحفظ وتعليب الاسماك. مصايد الاسماك، عندنا مصايد بحرية وديت في البحر، خلي بالك في فرق بين البحرية والبحيرية اللي هي جاية من البحيرة. مصايد الاسماك البحرية بتبقى في المحيط الاطلنطي والمحيط الهندي والبحر المتوسط والبحر الاحمر والخليج العربي. واهم الدول التي يوجد بها مصايد بحرية هي مصر والمغرب وموريتانيا. خد بالك، مصر المغرب موريتانيا، عشان هاجي اسالك عن السمك هلاقيك ما انتش عارف. فاكر الدواجن؟ لو انا سالتك دلوقتي هتقول لي ايه؟ السعوديه. طب الاسماك؟ الاسماك مصر. نيجي بقى للمصايد البحيريه اللي هي بقى تيجي من البحيرات. قال لك في مصر بحيرات زي بحيرات الشمال اللي هي ايدكو والمريوط ومنزله والبرولوس، وعندنا بحيره قارون اللي عند فين؟ اللي عند الفيوم، وعندنا بحيره ناصر ودي البحيره الوحيده العذبه اللي في مصر، طبعا عند السد العالي في الجنوب. اهم الدول التي يوجد بها مصايد بحيريه مصر. نيجي بقى للمزارع السمكيه، توجد في بعض الدول العربيه وبتشكل 3.3 من جمله انتاج السمك، ودي نسبه قليله جدا على فكره، المفروض تكون احسن من كده لان دي تعتبر هي اللي بتقوم على العلم والتكنولوجيا، والمفروض ان احنا طبعا زي ما احنا عارفين يعني لسه تاتا في التكنولوجيا والحاجات ديت، فالنسبه بتاعتنا قليله. وممكن يجي لك هنا سؤال يقول لك ليه النسبه بتاعتنا قليله؟ تقول له لان احنا ما بنستخدمش الاساليب الحديثه وما عندناش الخبره العلميه الكافيه. مصر من الدول اللي بيوجد فيها جميع انواع المصايد سواء بحريه سواء نهريه سواء بحيريه. انتاج الوطن العربي من الاسماك 3.7 مليون طن. اولى الدول المنتجه للاسماك المغرب، يليها مصر ثم موريتانيا ثم عمان واليمن، لكن المغرب هي اللي متصدره وهي تعتبر اكبر دوله منتجه وبتصدر. انتاج الاسماك بيواجهه عده مشكلات. استخدام الصيادين الاساليب البدائيه في الصيد. طب الحل ايه؟ الحل ان احنا نستخدم الاساليب الحديثه في الصيد. التلوث الذي يقتل اعداد كبيره من الاسماك. طب الحل ايه؟ الحل ان احنا نعمل قوانين تمنع التلوث ونعمل غرامات للي يعمل تلوث، ووزاره البيئه تسن القوانين اللي هي ضد موضوع التلوث. بعد كده تخلف وسائل نقل وحفظ الاسماك، وبالتالي ما بنقعدش كتير محتفظين بالاسماك وممكن السمك يبوظ واحنا لسه في البحر. طب الحل ان احنا نستخدم اساليب حديثه. ترك السكان حرفه الصيد والاتجاه للعمل باستخراج البترول والصناعه. طب الحل ان احنا نحسن احوال السكان اللي هم الصيادين، تمام، عشان ما يسيبش حرفه الصيد. الصيد في اوقات ممنوعه باستخدام شباك ضيقه. طب ده يعمل ايه؟ قال لك في اوقات السمك فيها بيتكاثر فاحنا لازم نسيبه، وفي شباك ضيقه بتجيب السمك الصغير فاحنا لازم نجيب السمك الصغير ده نسيبه عشان يكبر، لما يكبر هنستفاد منه اكتر، وبلاش الطمع ان احنا نجيبه هو صغير. يبقى استخدم شباك واسعه، ما اصطادش في الاوقات الممنوعه، احسن احوال الصيادين، استخدم اساليب علميه متقدمه، احاول ان انا اقنن قوانين تمنع التلوث، والصيادين يستخدموا الاساليب الحديثه. بما تفسر لا تسهم الثروه الحيوانيه في التجاره الدوليه الا بنسبه ضئيله. يعني احنا ليه ما بنصدرش؟ التجاره الدوليه يا جماعه يعني ان احنا نصدر. نقول له بسبب قله انتاج اللحوم والاسماك، لان اللحوم والاسماك انتاجها قليل. اضف الى ذلك ان احنا بناكل كتير، ما شاء الله علينا كلنا اكيله. وبكده يكون انتهى الدرس بتاع النهارده، اتمنى يا رب تكونوا استفدتم. اي حد عنده سؤال او استفسار يا ريت تسيبوه لي على صفحه مستر عماد حمدي خليل على الفيسبوك او على اليوتيوب، واتمنى لكم المزيد من النجاح والتوفيق، وما ننساش الصلاه والعباده هي اللي هتخلينا قريبين من ربنا عشان ربنا يبارك لنا في اوقاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.